يمكن الجهاز ده من أكتر الأجهزة اللي أخدت شعبية كبيرة جدًا في وقت قصير جدًا لأسباب كتير أوي، وده يمكن عشان الديزاين بتاعه الclam shell ده اللي تقدر تشوف إن هو جهاز portable جدًا، جدًا، بالأخص كمان إن الشاشتين دول OLED بدقة ممتازة جدًا، وكمان الchip بتاعته قوية جدًا، جدًا، وتقدر تشغّل titles كتيرة أوي. بس خلّيني أقول لك النهارده هل الجهاز ده فعلًا يستاهل تشتريه، وهل فعلًا يستاهل السعر بتاعه ده والّا لأ؟ خلّينا في الأول نعمل له unboxing سريع، وده البوكس نفسه. وهنا هتلاقي فيه اليوزر جايد والمانيوالز، وهنا طبعا الجهاز نفسه. خلينا نرجع له بعد شويه، بس خلينا نشوف الاول هنا فيه ايه. هيكون موجود فيه كاب تايب سي تو تايب سي، وعليه البراندنج بتاعه اين. دي كل حاجه في البوكس، ومفيش فيه اوراق كتير ويوزر جايد كتير. وده الجهاز نفسه اللي هو الاين ثور. الجهاز شكله حلو جدا بالاخص مع اللون الريترو ده. هنا في الاسفل هتلاقي فيه الكولينج والفنتيليشن نفسها، والسكروز او المسامير بتاعه الفك نفسه واضحه قوي عشان لو حبيت تعمل ادجستمنت ليه. التريجرز نفسها هتلاقي ليها رينج، ولكن الرينج بتاعها مش عالي قوي. وهنا في الجانب اليمين مفيش اي حاجه، يمكن هنا بس القطعه بتاعه الاكسسوري تقدر تركب فيها الاكسسوري نفسها. وهنا تقدر تحط الكارد بتاعك، وهنا الهيدفون جاك في الاسفل، وكمان الشاحن بتاعه في الاسفل، ودي ميزه كويسه احسن من ان هو يكون في الاعلى. وهنا الباور بوتون كمان والفوليوم بوتون موجودين في الاسفل برضو، ولكن بس في مكان للاكسسوري نفسها. بيتفتح بالشكل ده، فهو كلام شيل ديزاين. هنا هتلاقي الستارت والسلكت في مكانهم الطبيعي، ودي احسن حاجه. وكمان هتلاقي هنا زرار للباك بوتون، وزرار مخصص للهوم، والاثنين دول رابر بادز كده عشان تحمي الشاشه من القفل. وكمان هنا في اثنين سبيكر في الجنب، والانالوج ستيكس نفسها بتيجي في الاسفل طبعا عشان الشاشه بتقفل طبعا. والرينج بتاعها كويس وديسنت، ولكن حجمها يمكن صغير شويه، فالتحكم فيها محتاج تعود شويه على المكان بتاعها والرينج بتاعها. اما بالنسبه للدي باد بتيجي بالشكل ده، مش هيكون فيها الكورنرز اللي ممكن تكون متعود عليها في الاكس بوكس نفسه، بس الكليك بتاعتها ممتازه جدا. واخر حاجه في الازرار نفسها هو زرار الاين هنا، وده اكيد اللي بيفتح السيستم كونفيجريشن بتاع اين نفسها. وطبعا الاين ثور نفسه متاخد الديزاين بتاعه من ال 3 دي اس، ولكن بالنسبه للحجم نفسه هتلاقيه كمان عريض بشكل ملحوظ عن ال 3 دي اس نفسه، ولكن هتلاقيه اصغر حجما من نسخه النيو 3 دي اس اكس ال. وطبعا الجهاز ده خلاص دلوقتي بقى اوت اوف سبورت، ولكن من افضل الاجهزه اللي ممكن تجيبها وتستخدمها، ومن افضل الاجهزه اللي عملتها نينتندو كمان. ولما تيجي تفتح الجهاز نفسه، هنا هتلاقي الشاشه طبعا هنا 3 دي، ولكن هنا الشاشه عاديه، بس هنا اموليد، وهنا اي بي اس عاديه جدا. والتردد طبعا بيختلف، والسبيكس وكل حاجه هتلاقيها افضل في الاين ثور. بس هنا يمكن كان في كاميرا، وهنا في الاين ثور ما فيش كاميرا خلفيه او اماميه. وطبعا كل الجيمز اللي هتقدر تشغلها هنا هيقدر يشغلها كمان عن طريق طبعا ايميوليتور زي ازهر. هنا لما تيجي تشغل الجيم هتشتغل على طول، وهنا كمان الجيم بتقدر تشغلها على طول. ويمكن هنا هتلود اسرع طبعا، هتقدر ان انت تشوف السكرين اللي في الاسفل على طول بشكل اوتوماتيك، معمول لها كونفيجريشن بدون اي مشاكل. زائد كمان المودنج والتشيتنجز هتقدر تشغلها هنا بشكل افضل بكتير من ال 3 دي اس نفسه. وكمان البلاتفورمز اللي هتقدر تشغلها هتكون اكتر، لان انت طبعا هنا بتشغل اندرويد، فانت هتقدر تشغل من اول ريترو ايميوليشنز لحد ما توصل للبلاي ستيشن 3، كمان البي سي جيمز على الجيم هاب او الجيم نيتيف. وفي كمان هنا جهاز زي تريمي اي سمارت برو، اتكلمت عنه في فيديو مفصل قبل كده، تقريبا بيجي بنفس اللون، ولكن بشاشه طبعا بتيجي بالعرض وشاشه واحده. ولكن هنا الجهاز بيشتغل على لينكس سيستم، وليه منصات محدده تقدر تشغل عليها. ولكن ما زال التريمي اي سمارت برو جهاز بيشغل ريترو، وتقدر تشغل عليه كمان البي اس بي، وتقدر تشغل على البلاي ستيشن 1 وبعض العاب البلاي ستيشن 2. بس خليني قبل ما اكلمك عن السوفت وير نفسه، خليني اقول لك السبيكس او المواصفات بتاعه الجهاز نفسه. طبعا النسخه دي اللي معانا هي البرو، وطبعا الجهاز بيجي بشاشتين. الشاشه اللي فوق بتيجي ب 6 انش بريزولوشن 1080 بي في 1920، وكمان بتدعم 120 هرتز. ولكن الشاشه في الاسفل بتيجي تقريبا 4 انش كمان اموليد، بس التردد بتاعها 1080 بي في 1240، وبتدعم 60 هرتز. وطبعا البروسيسور بيجي بسناب دراجون 8 جين 2، وده نفس البروسيسور اللي هتلاقيه في النسخه بتاعه البرو وكمان الماكس. ولكن النسخه اللايت بتيجي بالاس دي 865. بالنسبه للرامات بتوصل ل 16 جيجا، ولكن النسخه اللي معانا دي اللي هي البرو 12 جيجا رام. وكمان الذاكره بتاعتها 256 جيجا، ولكن طبعا تقدر تعمل اكسباند لحد 1 تيرا للنسخه الماكس، او انك انت تكسباند طبعا عن طريق المايكرو اس اس دي كارد. طبعا الجهاز فيه اكتف
اكتيف كولينج. البطاريه بتيجي 6000 ملي امبير وسرعه الشحن فيها بتوصل ل 27 واط. بالنسبه للكونكتيفيتي فهو بيجي بواي فاي 7 ودي حاجه ممتازه جدا، وبيجي بالليتست فيرجن بتاع البلوتوث 3.5. تقدر كمان توصل الجهاز ده على شاشه خارجيه، ودي يقدر يدعم لحد 4K على 60 FPS، ونسخه الاندرويد اللي بتيجي عليه اندرويد 13. وكمان وزن الجهاز نفسه 380 جرام. وده شكل الجهاز نفسه بعد ما عملنا له سيت اب ونزلنا عليه بعض الابلكيشنز. طبعا هو بيجي بدون اي ابلكيشنز خالص بري انستولد عليه. انا ركبت عليه الاس اس دي كارد بتاعي فقط عشان يكون عليه الايميوليترز، ولكن الاستورج الداخليه نفسها ممكن تكون لحاجه تانية. لو الجهاز سبته لفتره شويه هتلاقي فيه الحمايه اللي بتيجي لك من وقت للتاني عشان تحمي البكسلز نفسها في الشاشات الاولد، عشان تقلل البيرن وتزود اللايف سايكل بتاعتها مع الوقت. ودي طبعا حاجه تقدر تتحكم فيها او تقفلها في السيستم نفسه. اول حاجه عايز اقولها لك عن الاو اس هو اندرويد، فلو عندك اي جهاز او موبايل اندرويد قبل كده هتلاقي نفس الانترفيس. تقدر تشغل جوجل سيرفيسز على البلاي ستور وتقدر تستخدمه زي اي اندرويد تابلت او اي اندرويد ديفايس عندك، ولكن طبعا ده جيمنج ديفايس فهيكون اكتر للجيمنج. الفكره هنا في موديل الدول سكرين نفسه لقيته مفيد جدا جدا في حالات كتير قوي. زي هنا انت تقدر تشغل جيم في الشاشه اللي فوق وفي نفس الوقت تكون مشغل يوتيوب فيديو على الشاشه السفليه، وكذلك مع اي ابلكيشن تاني هتقدر تعمل نفس الفكره هنا. بلس كمان ان انت تقدر تخرج بسهوله عن طريق الازرار نفسها، مش هتحتاج ان انت تستخدم التاتش سكرين في حاجات كتير. ولكن خليني اقول لك ان السوفت وير هنا مميز جدا. حتى لما تروح للسيتنجز نفسها هتلاقي الشركه عامله ثور سيتنجز تقدر تتحكم في حاجات كتير قوي من خلال السيتنجز نفسها، كاستمايز بالاخص للجهاز نفسه. زي كمان المطورين نفسهم بينزلوا برامج كاستمايزد للجهاز ده، فالجهاز اخد شعبيه كبيره جدا جدا في فتره قليله قوي عشان الديزاين بتاعه وعشان كمان السبيكس بتاعته وكمان عشان البرفورمانس اللي بيقدمه. زي ما قلت لك انت تقدر تشغل عليه لحد البلاي ستيشن 3 وكمان النينتندو سويتش. لو جيت تدوس هنا على الايون هوم هتجيب لك الكنترول سنتر بتاعت اين نفسها، وهنا طبعا سوفت وير كاستمايزد شويه هتقدر ان انت تظبط منه السكرين نفسها، سواء ان انت عايزها تظهر فوق بس او انت تخليها شغاله في البوتوم بس او ان انت تشغله دول سكرين. وكمان تقدر تتحكم في كل حاجه من هنا، الصوت والسكرين برايتنس. اما بالنسبه هنا للسيتنجز فالانترفيس ده عجبني جدا جدا لانك تقدر تشوف منه كل حاجه عايز تشوفها عن البرفورمانس بتاع الجهاز. تقدر تشوف الاف بي اس هنا بشكل منظم جدا للشاشه اللي فوق، وتقدر تغير في الاف بي اس من 120 ل 60 اف بي اس، وكمان تقدر تغير فيه البرفورمانس من هنا بسرعه جدا. ده كله تقدر تعمله وانت مشغل اي جيم هنا، وتقدر تشوف النتيجه على طول، وتقدر تشوف استخدام السي بي يو والجي بي يو قدامك على طول، وتقدر تتحكم في حاجات تانية كتير من خلال الانترفيس ده. ففعلا اين عملت سوفت وير مميز جدا جدا في الجهاز ده. بالنسبه للبطاريه الجهاز لسه ما جربتوش بشكل كبير قوي عشان اقدر ادي لك الكالكوليشن بتاع البطاريه نفسها، ولكن بشكل عام 6000 ملي امبير ده حجم كويس، ولكن طبعا ده هيختلف على حسب استخدامك وعلى حسب الجيم وعلى حسب السطوع بتاع الشاشه نفسها وحاجات كتير قوي. فخلينا ادي لك الارقام الصحيحه مع تجربه كامله للجهاز. وطبعا الجهاز اكيد فيه عيوب واهمها هي الفلات ديزاين بتاعه. طبعا الجهاز فلات جدا مفيش فيه اي كيرفز هنا عشان تتحكم فيه بشكل احسن، وده اكتر عيب شفته مضايقني في الماسكه نفسها. زائد كمان التريجرز نفسها صغيره جدا جدا، ولكن كل ده ممكن يتعمل له طبعا 3 دي برينتنج او ان انت تجيب له اكسسوارز موجوده اونلاين كتير قوي. وكمان الانالوج ستيكس نفسها هتلاقيها صغيره قوي، وده طبعا حاجه انت هتحتاج تتعود عليها. وكمان ان هي موجوده في مكان فلات قوي ده بيصعب شويه تحكمك فيها. ولو جبت لها رابر كفر هنا هتلاقي الموضوع صعب شويه عشان تقدر تاخد الرينج الكامل ليها. اما بالنسبه للسعر والفئات نفسها بتاعت الجهاز فالجهاز بيجي باربع فئات، والفئه اللي هي البيز اللي هي بتيجي باقل تشيب، ودي طبعا انا مش برشحها كتير الا لو هتستخدمه في استخدام خفيف قوي. ولكن الفئه اللي انا بشوفها كويسه هي الفئه بتاعت البرو، لان انت هتاخد 12 جيجا رام و256 جيجا، وبعد كده تقدر تعمل اكسباند، ودي هتلاقيها ب $400. كمان الجهاز نفسه موجود منه اللون الاسود، بس ده انت ممكن تلاقي فيه مشكله بان هو يكون جلوسي شويه وهيبان فيه البصمات اكتر، وفي اللي هو اللون الابيض واللون الريترو اللي معانا، وكمان اللون اللي هو البيربل. سعر الجهاز ايوه غالي، ولكن انت هنا هتلاقي افضل سعر موجود في الماركتس. لو انت جيت تشوف على علي اكسبريس مثلا او عند اي سيلر تاني هتلاقي السعر زياده بكتير، بس لو انت جيت تشحنه مصر هيتضاف عليه $25 وده سعر الشحن الواحد. الجهاز طبعا ليه جايدز كتير قوي موجوده على الانترنت وتقدر تتبعها، ولكن قول لي في الكومنت لو انت عايز توتوريال كامل للجهاز نفسه.
انا مشغل هنا لانشر بيجيب لي كل الجيمز اللي انا عامل لها سيت اب عندي في الجهاز، وكمان فيه فولدرز بتضم كل الايميوليترز زي هنا الجيم كيوب والسويتش. لما ادخل عليه بقدر ان انا اشوف الجيمز بتاعتي الموجوده، وكمان البلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 3 وايميوليترز تانية كتير جدا. والجيمز بتشتغل على طول من هنا، وتقدر تفعلها على طول من اللانشر، وتقدر كمان تخرج من الجيم نفسها وتنتقل تاني هنا لللانشر وتشغل اي جيم تانية من نفس السكرين دي، او طبعا من هنا على طول. والانترفيس ده كاستمايزد بشكل كامل وشكله حلو جدا جدا في الجهاز نفسه. يمكن انا ما جربتش كل الايميوليترز، وفي ايميوليترز لسه مش معايا، ولكن طبعا اكيد بعد الكونفيجريشن نفسها هتشتغل على طول. هنا الوي شغال بشكل ممتاز جدا كمان وبدون اي مشاكل خالص، ومش واخد اي برفورمانس عالي من الجهاز. وطبعا كمان في ابلكيشن زي جيم نيتيف اتكلمت عنها قبل كده، ودي اللي من خلالها هتقدر تشوف الجيمز بتاعتك الموجوده على ستيم اكونت. فمجرد ما انت تفتح الابلكيشن هتقدر تدخل ستيم اكونت وتقدر تشوف كل الجيمز بتاعتك. وانا جربت جيم هنا خفيفه وكانت شغاله بشكل كويس جدا كمان. ولكن طبعا لما انت تيجي تشغل الجيمز اللي هنا هتلاقيها بتستنفذ كتير قوي من الجي بي يو والسي بي يو نفسه، ولكن زي ما واضح كده شغاله معايا بشكل كويس جدا فوق ال 50 اف بي اس وبدون مشاكل خالص. بس يمكن دي جيم خفيفه، ومع الوقت هجرب اكتر من جيم ونشوف البرفورمانس بتاعها عامل ازاي على الجهاز. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.